ولهذا تجد كثير من الناس يتحمس مع ما يحصل للمسلمين من قتل وقتال، لكن بدون ضابط شرعي، بدون ضابط شرعي انضبط بالدليل وكن مع الدليل. فمن منا لا يتألم على إخوانه؟ والله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس وجاء من حديث أبي هريرة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وابن مسعود وغيرهما المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وجاء في بعض الألفاظ لا يبيع على بيع أخيه المسلم ولا يخطب على خطبة أخيه المسلم، بل قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، أي الواحد. ولفظة الواحد ليست من أصل الحديث وإنما هي من كلام الشراح، أي كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تشكو من ضرسك يتألم جسدك كامل، تشكو من زكام من لوز حتى لربما من طرف تخرجه من ضفرك، ما يأتي الليل إلا والبدن كله يشتكي. بل قال المؤمن للمؤمن كالبنيان في ترابط طوبة في نصف طوبة وهكذا ترابط. المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه.